الأهلي يتأهل رسميا من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على ميدياما الغاني بنتيجة 1-0، وهننتظر الجولة السادسة عشان نعرف مين هيصعد كأول المجموعة ومين هيصعد كتاني المجموعة بين النادي الأهلي ونادي يانج أفريكانز، وده اللي هيحدده المباراة اللي هتجمعهم مع بعض يوم الجمعة 1 مارس الساعة 6 هنا في القاهرة. أما عن بيراميدز نادي الطموح فرسميا بيودع دوري أبطال أفريقيا كأول مشاركة ليه في التاريخ من دور المجموعات، طبعا ده بعد الهزيمه من مازيمبي الكونغولي بنتيجه 3-0، وبيراميدز دلوقتي موجود في اخر المجموعه عشان لو حد حب يطمن عليه يعني ولا حاجه. بصراحه مش عارف كان فين دماغ اتحاد الكوره وهم بيبعتوا اسم نادي بيراميدز للاتحاد الافريقي عشان يلعب في دوري الابطال. انا بصراحه شايف ان الزمالك احق بكتير من نادي بيراميدز انه يشارك في دوري ابطال افريقيا. هو الزمالك كمان بيخرج من دور المجموعات كل موسم، ما قلناش حاجه، بس انت بتلاعب نادي ليه اسمه وليه تاريخه في دوري